ازيكم؟ نعمل النهارده بقى شويه فراخ مشويه كده، وكانها بالظبط مشويه على الفحم، مقرمشه وتحفه، والطعم مفيش بعد كده، وكلها حاجات من البيت، مش هنزود افتكاسات كتير. نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. انا عندي الفراخ بقى كده هعمل فيها فتحات. الحقيقه النهارده انا كنت مستعجله وما تبلتش الفراخ فتره كبيره، بس طلعت قمر. اعمل فتحات بس بقى فيها كبيره قوي توصل للعظم علشان تشرب التتبيله كويس، لان زي ما قلت لكم انا مستعجله، فمش هتقعد وقت كبير في التتبيله. فتحها كويس. طبعا الرقابه انا شلتها ملهاش لازمه، فايه هعمل بيها شوربه. عندي بقى هنا ايه طماطم مبشوره، وكمان بصل مبشور، حطيت عليهم معلقه عسل، معلقه خل، معلقه ليمون، حطيت ملح وفلفل اسود وشويه قرفه صغيرين وبهارات فراخ. كانت قمر بجد يعني. وممكن تستبدلي بهارات الفراخ بمرق الدجاج اللي هي الفوريه البودر. بس اقلبهم بقى كده مع بعض شويه، وهقوم ضيفاهم على الفراخ بتاعتي واتبلهم كويس. ودي كانت التتبيله بس حقيقي، والقرفه تحفه، بس حقيقي الريحه كانت خطيره. قلبي بقى الفراخ بتاعتك دي كويس بقى تحت الجلد، وفي الفتحات اللي احنا عملناها بالسكينه كويس قوي. انا سبتهم الحقيقه بقى في التتبيله دي ساعه، يعني هم المفروض اصلا يباتوا يعني 6 ساعات، اقل حاجه المفروض ساعتين. انا حطيتهم هي ساعه عشان كنت مستعجله، وبس برضو كانت تحفه. سيبهم شويه وارجع نشوف هنعمل ايه. بصوا بنات، العسل اللي انا حطيته هنا عسل اسود. بس كده خلاص. انا كده بعد الساعه بتاعتي ما عدت، عندي بقى ايه؟ اي صاج قديم او صينيه كده قديمه عندك فيها ميه، حطيت فيها فصين قرنفل، ورق لورا، وليمون. حطيت فيها كمان روزماري. الحاجات دي لما بتغلي بتطلع ريحه الفراخ حلوه قوي. وحطيت عليهم شبكه كده، وهبتدي اللي انا ارص الفراخ بتاعتي عليها. بجد يا جماعه الفراخ دي تستاهل بقكم. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. وتتبيلتها بسيطة، ما فيهاش حاجات كتير. اخد بقى تتبيلة كده احط في الفتحات واحطها تحت الجلد علشان تشرب منها وهي بتستوي. بس اهي حطيت كل التتبيلة عليها. هحطها في فرن درجة حرارته عالية، في الرف اللي تحت يا جماعة، على الشبكة اللي تحت. وده كانت النتيجة بعد ساعة ونص في الفرن. طبعا انا عندي الفراخ كانت حجمها كبير فاخدت وقت اكبر. عندي بقى هنا ايه فحم، وحطيتها في شبكة كده، واحط عليها نقطة زيت وهبخرها بريحة الفحم، وفعلا كأنها اتعملت بالفحم بالظبط. هغطي بقى واسيبها. بص النتيجة القمر دي. بس كده انا بقى لسه، طبعا لسه بدري على الفطار عندنا، فانا لسه هغطيها مرة تانية، اسيبها عشان تفضل سخنة. اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. سلام.